أعلن نادي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني اليوم عن لائحة منتخب لاروخا استعدادا لمباراتي النرويج واسكتلندا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024. وشهدت لائحة المنتخب الإسباني غياب لاعب ميلان الإيطالي إبراهيم دياز بعد أن كان متواجدا في اللائحة الأولية، وغاب دياز عن لائحة المنتخب الإسباني، علما أنه لا زال لم يحسم في هوية المنتخب الذي سيمثله في ظل تردده في الإعلان عن موقفه بين اختيار المغرب أو إسبانيا. وجالس لاعب ميلان في وقت سابق الناخب الوطني وليد الركراكي، حيث حاول هذا الأخير إقناعه بتمثيل المنتخب المغربي في الاستحقاقات القادمة. وأكد الركراكي خلال ندوة صحفية التي قامها بداية الأسبوع الجاري أنه جلس إبراهيم دياز، مشيرا إلى أنه سيبقى مغربيا حتى ولو لم يحمل قميص الأسود، موضحا أنه ليس من المدربين الذين يمارسون الضغط على اللاعبين وسيحترم قراره النهائي مهما كان. أصبح اسم اللاعب الشاب المغربي الأصل لامين يامال حديث الصحف الإسبانية طيلة الأسبوع الجاري، بعد أن أكدت صحيفة الآس أنه مستاء من قرار استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا تحت 17 سنة وتفكيره في اللعب مع المنتخب المغربي. وأوضحت آس أن يامال قام بسلوك غير انضباطي في معسكر لاروخا السابق، الشيء الذي دفع المدرب لعدم المناداة عليه في تربص القدم. كما قرر فريق برشلونة معاقبته بإيقافه 4 مباريات. وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية في تقرير لها إلى أن سلوك اللاعب تغير في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن اللاعب ربما بدأ يشعر بالنجومية ويؤثر عليه ذلك سلبا، حيث أن اللاعبين في سنه أصبحوا يطلبونه بالتقاط صور تذكارية معها في أكاديمية برشلونة. وتحول يامال من طفل إلى لاعب تتحدث عنه الصحف في الآونة الأخيرة، كما أنه خاض بعض الحصص التدريبية مع الفريق الأول لبرشلونة ولقي إشادة من طرف المدرب تشافي هرنانديز الذي قال عنه: لامين موهبة رائعة ولدينا مشروع خاص به يمكنه أن ينجح ولديه العديد من المؤهلات، لقد تدرب معنا، إنه يملك موهبة طبيعية هائلة، نأمل أن يبقى هنا لسنوات عديدة في المستقبل، سيكون لدينا لاعب عظيم. وترى سبورت أن كل هذه التغييرات التي يعيشها اللاعب الشاب قد تكون أثرت على سلوكه، مضيفة أن برشلونة يعي جيدا أن ما يحدث معه حاليا شيء طبيعي، وأن النادي قادر على تغيير سلوكه ولن يفرط فيه لفارغ آخر ينتظر فقط الفرصة للتعاقد معها. تجدر إشارة إلى أن يامال من أب مغربي وأم غينية استوائية، وسبق له مثل منتخب إسبانيا في الفئة السنية تحت 15 16 17 و19 سنة.